شاومي النهارده بتقدم لنا هاتف من ارخص الهواتف في العالم، او يعتبر ارخص هاتف بيقدم خدمات الجيل الخامس مع معالج هو الاقوى في سعره. حرفيا موبايل ممتاز. اعمل لايك واشتراك، عايزين نوصل 200 الف مشترك في نهاية السنة، واكيد انت اللي هتساعدنا بكده. ويا اهلا بيكم مشاهدين ومتابعين قناة موبي سي. احنا النهارده هنتكلم عن هاتف شاومي ريدمي A4 5G. هنتكلم عن كل مواصفات الهاتف، المميزات، العيوب، السعر، وكمان المقارنة اللي هتكون في النهاية. فوقف الفيديو ثواني، اعمل لايك واشتراك، ويلا بينا نبتدي. في موبي سي تقدر تشوف مواصفات والسعر ومميزات وعيوب كل موبايل، وكمان مقارنة مع أفضل منافس ليه. كل ده في فيديو واحد. تصميم الهاتف هنا هنتكلم عليه اول حاجة، والتصميم هنا من وجهة نظري جامد الحقيقة. الهاتف اقتصادي بس التصميم شكله حلو جدا. يعني تصميم الكاميرات الدائري مع شكل الظهر الازاز، تحس انه تصميم غالي كده. عموما ان هو اذواق، انا شايفه حلو جدا الصراحة. ظهر الهاتف بيجي من الازاز مع فريم من البلاستيك. وعلى طول نخش على الشاشة اللي هنا جاية بحجم 6.88 بوصة، جودتها HD بلس وبدقة 1640 في 720 بكسل مع معدل كثافة بكسلات 260 بكسل لكل انش، والشاشة نوعها IPS LCD ومعدل التحديث 120 هرتز، والسطوع بتاع الشاشة 600 شمعة. الشاشة هنا على فئة وسعر الهاتف هي الصراحة كويسة. يعني شاشة في الفئة الاقتصادية الرخيصة 120 هرتز مع جودة HD، فدي حاجة كويسة، وبتقدم يعني شاشة زي المنافسين تقريبا. فالشاشة هنا كويسة الصراحة ومناسبة على الفئة دي، وخصوصا خلي بالك ان الموبايل 5G فبيكون متنزل عن حاجات تانية عشان يقدم ال 5G. نتكلم عن حاجة من أفضل الحاجات في الهاتف ده، وهو الأداء أو المعالج. المعالج هنا هو سناب دراجون 4S Gen 2 اللي بيجي بدقة تصنيع 4 نانو، والمعالج ده علشان تكون عارف أداؤه أقوى من معالج سناب دراجون 685 بفرق كويس يعني، والسكور بتاعه هيكون قدامكم دلوقتي. المعالج ده الصراحة جامد. يعني الهاتف اقتصادي ومفروض إن هو رخيص، بيقدم معالج من أقوى المعالجات في الفئة الاقتصادية. هيقدم لك أداء كويس في المهام اليومية، فيسبوك، مكالمات، يوتيوب، وهيشغلك ألعاب بشكل متوسط وكويس. وكمان هو موفر للطاقة علشان الأربعة نانو، فالمعالج الصراحة هنا كويس جدا ومناسب على الفئة دي. الجهاز بيجي بنسختين، الأولى 64 جيجا مع 4 جيجا رام، والتانية 128 جيجا مع 4 جيجا رام. والجهاز هنا بيدعم تركيب كارت ميموري خارجي في منفذ مخصص. الهاتف جايب 2 كاميرا خلفية، الأولى 50 ميجا بكسل ودي الكاميرا الأساسية، والكاميرا التانية للذكاء الاصطناعي، وتقدر تصور فيديوهات من الكاميرا الخلفية جودة فول HD 30 فريم في الثانية. وكاميرا الهاتف الأمامية بتيجي 5 ميجا بكسل. بطارية الهاتف هنا جايب حجم 5160 ملي أمبير. الصراحة بطارية كويسة وهتاخد منها أداء كويس، بالإضافة لدعمها الشحن السريع بقوة 18 واط. الهاتف هيجي باندرويد 14 وهيتحدث الاثنين اندرويد كمان، يعني 15 و16، وللاسف ما بيدعمش NFC، وده يعتبر طبيعي شويه على الفئه دي. الهاتف بيدعم منفذ السماعات، منفذ الشحن بيجي من نوع تايب سي، سماعات الجهاز ما بتدعمش الاستيريو، والهاتف بيدعم خدمات الجيل الخامس، ودي من الميزات الممتازه في السعر ده. والهاتف مقاوم لرذاذ الماء والغبار، ولكن شاومي ما اعلنتش عن نوع الشهاده بتاعه المقاومه. الوان الجهاز هما الاسود والبنفسجي، والجهاز بيدعم البصمه وموجوده فيه جنب الهاتف او في زرار باور. يعني معلش ثانيه من وقتك، وقبل ما نخش على المميزات والعيوب والسعر وكل الحاجات الباقيه، معلش ثانيه من وقتك، اعمل اشتراك لقناه موبي سي. احنا بنتعب جدا علشان نقدم لكم المحتوى ده، وبياخد وقت ومجهود، فاللايك بتاعك والاشتراك مش هياخد منك ثواني، ولكن هيفرق معانا جدا. ويلا بينا نكمل. نتكلم بقى عن المميزات. المعالج ده الصراحة ممتاز على السعر ده، الصراحة معالج كويس وممتاز الصراحة. برضو الشاشة تعتبر كويسة 120 هرتز في السعر ده، فهي كويسة. انك تاخد موبايل 5G في السعر ده فدي حاجة ممتازة، من ارخص الهواتف في العالم، او يعتبر ارخص هاتف بيدعم ال 5G. طيب بالنسبة للعيوب، الصراحة أنا مش هقولك إن الهاتف ده فيه عيوب. الهاتف لو نزل في الفئة السعرية اللي هنتكلم عليها النهاردة فيعتبر ما فيهوش عيوب. ما تجيش تقولي إن في هواتف تانية بتقدم أحسن منه مش عارف في إيه. أقول لك على حاجة، بدام أنت هتشتري 5G فبيكون في تنازلات تانية علشان ال 5G. يعني هو بيقدم لك ال 5G ولكن بيتم التنازل في حاجات تانية، فهو بالنسبة لأن الهاتف 5G فما فيهوش عيوب في السعر ده الصراحة.
طيب خلينا دلوقتي بعد ما شفنا كل مواصفات الهاتف نعرف سعر الهاتف، بس خد بالك ان السعر في مصر وفي السعودية مجرد اسعار احنا متوقعينها، لان الجهاز لسه منزلش مصر ولا السعودية. الاسعار دي لنسخة ال 128 جيجا مع 4 جيجا رام. الهاتف نزل رسميا في الخارج بسعر $112، السعر المتوقع في مصر 6000 جنيه، السعر المتوقع في السعودية 420 ريال. طيب كده كويس قوي، ولكن لو انا الجهاز ده مش عاجبني ايه بقى المنافس بتاعه؟ هقولك عندنا هاتف هو انفينكس هوت 50 اي. الهاتف ده يعتبر من اقرب المنافسين للهاتف ده. في برضو السامسونج A15 ال 4G. السامسونج برضو كويس جدا وبيقدم مواصفات كويسه، ولكن احنا كده بنخش في فئه اعلى. فالسامسونج بيتفوق على الهاتف اللي احنا هنتكلم عنه النهارده في كل حاجه الا حاجه واحده، ان هو ما بيدعمش ال 5G. ولكن احنا النهارده المنافس بتاعه اللي قريب ليه في السعر وفي الفئه هو الانفينكس هوت 50 اي. فاحنا هنخش على مقارنه سريعه بين الجهازين، ولكن قبل المقارنه احب اقول لك ان احنا في القناه هنا عملنا مراجعه لهاتف انفينكس هوت 50 اي. لو انت تحب تشوف المراجعه دي هتشوفها من الاي اللي هتظهر لك فوق دلوقتي. احنا اول حاجه هنقارن المعالجات، وهنا معالج شاومي هو سناب دراجون 4S Gen 2، ومعالج انفينكس هو ميديا تك هيليو جي 81. وهنا معالج شاومي بيتفوق بفرق محترم. الاثنين جايين بشاشه IPS LCD جودة HD بلس، والاتنين 120 هرتز، وهنا الاتنين زي بعض. شاومي بيدعم خدمات الجيل الخامس وانفينكس ما بيدعمش خدمات الجيل الخامس، وهنا شاومي تتفوق، وده اللي انا بتكلم عليه ان هو من ارخص الهواتف اللي بيدعم خدمات الجيل الخامس. شاومي ما بيدعمش سماعات ستيريو، ولكن انفينكس بيدعم سماعات ستيريو، وهنا انفينكس تتفوق. طيب دلوقتي بعد ما شفنا المقارنه ما بين الجهازين خلونا نعرف الاسعار ما بينهم. بس خد بالك ان سعر شاومي ده سعر متوقع لانه لسه منزلش مصر، انما سعر انفينكس ده سعر رسمي في مصر. سعر شاومي المتوقع نسخه 128 جيجا مع 4 جيجا رام 6000 جنيه. سعر انفينكس الرسمي في مصر نسخة 256 جيجا مع 4 جيجا رام 5600 جنيه. قبل بس ما تقفل الفيديو هسألك سؤال على السريع، قول لي تحت في الكومنتات انت بتفضل شركة ايه، وايه السبب اللي مخليك تفضل الشركة دي. يعني لما بتروح تشتري هاتف ايه اول شركة بتيجي في بالك ان انت عايز تجيب منها؟ هستني ردودكم في التعليقات. في نهاية الفيديو لو عندك اي هاتف معين محتاج ان احنا نعمل له مراجعة اكتب اسمه في التعليقات، ومستني رايك في هاتف انفينكس هوت 50 اي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة.